لو حد طلب منك 10 كيلو كسكسي قومي اعمليه حالا. النهارده هنعمل مع بعض احلى واسرع كسكسي ممكن تعملوه في البيت. يلا ارفعولي الفيديو بتاعي باللايك. اول حاجه هنبتدي بيها تحضير البوله، وده كده معايا كيلو من الدقيق. هبدا كده اجيب الكبه وهقسم كيلو الدقيق على مرتين، يعني هنزل باول نص كيلو وهنزل عليه بنص معلقه من السكر ونص معلقه من الملح. هجهز كمان معايا نص كوبايه من مج الشاي العادي فيها ميه. هبدأ كده أنزل بالمية بتاعتي كده على الدقيق بالتدريج في قلب الكبة لحد كده ما الاقي الدقيق بدأ يلف وبدأ كمان يخرز معايا. الكسكسي مش بيتعجن يا جماعة، أنا مش عايزة عجينة، أنا عايزة الدقيق كده يا دوب يكون مخرز. هنزل كده بالمية واحدة واحدة لحد كده ما الاقي الكبة بتلف معايا بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. خلاص كده ده كده اول نص كيلو. هبدأ كده اجيب المصفى وهفرد فيها بقى كده حتة من الشاشة او قطعة قماشة، اي حاجة تكوني مخصصاها للكسكسي. ده كده معايا اول نص كيلو من الدقيق زي ما انتوا شايفين مخرز. هبدأ كده افك الخرز ده كده بايديا. بعد بقى كده ما اخلص النص كيلو الاولاني هبدأ برضو كده بتحضير الكبة، هي نفس الكبة وهنزل فيها بنص كيلو الدقيق التاني. ادي نفس الخطوات اللي انا عملتها في نص كيلو الدقيق الاولاني هبدأ اعملها في نص كيلو الدقيق التاني. حطيته ونزلت عليه بنص معلقة من السكر ونص معلقة من الملح، وبرضو كده هبدأ انزل بالمية بالتدريج. طيب انتوا هتقولوا لي هياخد قد ايه مية؟ طبعا هو بيختلف من نوع دقيق للتاني، وانا قلت لك انا مش عايزه عجينه، انا عايزه يا دوب كده الدقيق يبقى مخرز معايا. لو لقيتوا كده الكبه مش بتلف بالمعلقه كده قلبوه كده الدقيق يمين وشمال، هتلاقوا الكبه بتلف معاكوا بكل سهوله. انا بقى كده ايه هبدأ اضرب برضو كده ضربتين وهنزل عليه كمان بنص معلقة من البيكنج باودر. في ناس بتحط خميرة لكن انا بحط البودر، يعني بيخليه هش اكتر وبيكون خفيف معايا. ده كده بقى النص كيلو الدقيق التاني نزلت كده في قلب برضو المصفى كده على الشاشة. يبقى ده كده كيلو الدقيق اللي انا عملته وخليته زي ما انتوا شايفين كده مخرز. بفكك كده بقى التخريز ده كده بايديا، وهبدأ كده برضو بايديا بقبضة ايديا اليمين والشمال افرك كده بايديا. هتلاقوه بيتفرك معاكوا بكل سهولة. تخيلوا ان انتوا عملتوا كيلو من الدقيق بالسرعة دي. هبدأ بقى كده أجيب الحلة وأحط فيها كده مية وارفعها على البوتاجاز، وأول كده المية ما تغلي هنزل بالمصفى اللي فيها الشاشة والكسكسي وهسيبه يستوي حوالي نص ساعة. بس أهم حاجة المية ما تكونش طايلة الشاشة. ده كده بقى شكل الكسكسي بتاعي اللي هو كده أول ردة. ده كيلو الدقيق استوى أول ردة وبدأ كده يعمل معايا التكتلات دي. عادي جدا جدا هيتفكك بالمعلقة. وخلوا عينيكوا شايفة يا جماعة الخطوات سهلة جدا جدا جدا. بالمعلقة كده بدأت أفكك كده أول ردة. سهل جدا ما فيهوش أي حاجة، ولا استخدمت غربال ولا استخدمت ديارة. أنا للأمانة أول مرة أجربه في الكبة وكنت قلقانة جدا، بس صدقوني لو طلبوا مني 10 كيلو كسكسي أنا هقوم أعملهم حالا. ده كده كيلو الدقيق بتاعي. يلا بينا بقى كده إيه نشربه بقى إيه نشوف. النهاردة أنا شربته الشوربة. في ناس بتحط لبن وفي ناس بتحط ميه، لكن ماما قالت لي النهارده حطي عليه شوربه. بس انا للامانه اللبن بيديني نتيجه احسن. يعني انا بقولك لو انت ممكن تسقيه فانت اسقيه باللبن هيديكي نتيجه احسن. نزلت كده عليه بحوالي كوبايه كده من الشوربه بالمعلقه كده واحده واحده، انا مش بسرسب يعني، انا برضو علشان ما يبقاش عامل معايا زي العجينه. بعد كده ما اتسقى بالشوربه اخدت كيلو الدقيق في الكبه وحطيته برضو في نفس القماشه ورفعته على البوتاجاز. هي نفس الخطوات الاولانيه هي نفس الخطوات التانية. وده كده بقى الشكل النهائي بتاعي للردة التانية. هغطي برضو كده عليه وهسيبه برضو كده يستوي، بهدي عليه النار وبسيبه حوالي نص ساعة. دي كده بقى تاني ردة للكسكسي. الكسكسي معايا استوى وبقى زي الفل. انا بقى بالنسبة لي الكسكسي ده يا جماعة لمة عيلة، يعني اول كده ما حد يعرف ان انت عاملة كسكسي لازم يدوق منه. ومش عايزة نقولك بقى على الدفى اللي بيكون في البيت والريحة بتاعته بتبقى في منتهى الجمال.
ادي كده بقى ايه كيلو الكسكسي خلص خلاص، هي ردة اولى وردة تانية. هنزل عليه بقى كده بالسمنة البلدي، كلنا عارفين ان الكسكسي يعني سمنة بلدي. وطبعا يا جماعة الكسكسي ده يعني عندنا اخواتنا المغاربة بيعملوه دايما، واخواتنا كده اللي هم بتوع تونس برضو بيعملوا الكسكسي، لكن احنا بقى كده ايه المصريين بيبقى لنا طريقة مختلفة تماما. ادي كده كيلو الكسكسي. في ناس كمان بتحبه حلو، يعني ايه بتاكله بقى كده اللي هو بقى السكر البودر والمكسرات والزبيب والحاجات دي. وفي ناس زي حالاتي كده بيحبوه حادق. انا النهارده قدمته مع بط ومع كفته. انت بقى عايزه تحطي عليه زبيب، عايزه تحطي عليه شويه مكسرات وتاكليه، هو بيتاكل حلو وبيتاكل حادق. قدموه بقى كده بالشكل اللي انتوا عايزينه، وبألف هنا وشفا. ان شاء الله تجربوا الطريقه بتاعتي وتكتبوا لي في الكومنتات ايه رأيكم في الطريقه بتاعت الكسكسي. يلا لايك واشتراك ودعوه حلوه من قلوبكم. باي باي.